كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كان هناك ذات مرة أسد عجوز متعب، وبقي في كهفه يشعر بالتعب، وقامت كل الحيوانات بالذهاب من أجل زيارته والاطمئنان على صحته، غير أن الثعلب هو الحيوان الوحيد الذي لم يذهب للاطمئنان على الأسد. قام الذئب باستغلال فرصة زيارته إلى الأسد ليقوم باتهام الثعلب قائلا: إن الثعلب ليس لديه أي احترام لجلالتك أيها الملك، لذلك هو لم يأتي ليلقي التحية على جلالتك أو حتى يقوم بالسؤال على صحتكم. وفي اللحظة التي كان يتحدث فيها الذئب بهذه الطريقة على الثعلب، وصل الثعلب هناك وسمع كل ما قاله الذئب بحقه، وحينما رآه الأسد كان غاضبا منه، حيث قام بإطلاق صرخة قوية في وجه الثعلب، غير أن الثعلب طلب من الأسد أن يعطيه الفرصة كي يبرر موقفه، حيث قال له: على جلالتك أن تعرف من بين كل هؤلاء الزوار الذين حضروا لزيارة جلالتك من هو الذي قام بأكبر الخدمات الخاصة مثل الذي قمت بها أنا من أجل صحة جلالتك. ثم أكمل الثعلب حديثه إلى الأسد قائلا: لقد بحثت في كل مكان من أجل أن أجد علاجا متميزا يقوم بشفاء جلالتك من هذا المرض نهائيا، وتكون بعد ذلك على أفضل حال. على جلالتك أن تعرف أنني قد توصلت إلى ذلك العلاج في نهاية الأمر. فقال الأسد سريعا وهو يأمر الثعلب: قل لي، ما هو هذا العلاج الذي توصلت إليه من أجلي؟ هيا أخبرني حالا. فأجاب الثعلب على وجه السرعة: على جلالتك أن تقوم بالتضحية بذئب من أجل أن يتم الشفاء، حيث ستقوم جلالتك باستخدام جلد هذا الذئب وترتديه على جسدك مثل المعطف، وبعدها ستشعر بالتحسن. حين سمع الأسد ذلك الكلام قام في الحال بالحكم على الذئب بالموت من أجل أن يتم شفاءه كما أخبره الثعلب. ثم ضحك الثعلب في سخرية متعجبا وهو يقول لنفسه: لا يجب أن يحمل أحد الحقد لغيره، بل يجب أن يحمل الإحسان. الحكمة من هذه القصة: من يقوم بصناعة الفخ للآخرين يكون هو أول من يقع فيه. سلام.